السلام عليكم. اليوم عندنا عمل طريقة كبة برغر مقلية على طريقة سورية. عندنا هنا راح نضيف كوب ماي حار، يعني مو شرط انه ماي حار نص كوب او كوب على حسب البرغر. وعندنا راح نضيف عليها ملح. هنا صار عندنا برغر نقعناه بالماي الحار. هنا عندنا لحم مفروم خليناه على الطاولة وضفناله شوية زيت. وهسه نضيف شوية ملح، وهسه نضيف فلفل أسود، ونضيف شوية كمون، وهسه نضيف هنا بصل مفروم. هنا بعد ما ضفنا البصل هسه نبدي نحمسه زين. وهسه راح نسوي العجينة، وعندنا هنا برغر نقعناها، وراح نضيف 4 أكواب. وهسه نضيف 4 حبات بطيطة مسلوقة، ونضيف بصل ناعم، وهسه نضيف ملح، وهسه تضيفون كوبين زبيب، وهذا كوب الثاني من زبيب. وهسه نضيف خاشوقة من نشا، هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة. وهسه نضيف فلفل أحمر مطحون، وفلفل حلو بابريكا، وشوية كاري، وهسه شوية زيت. وهسه نبدي نعجن. وهسه بعد ما خلصت عندنا العجينة وهسه نلفها وياكم. وهسه شوية زيت لفوها بالزيت، ونخلي بيدنا الزيت ونلفها. وهسه تلفوها بهاي الطريقة، وهسه تلفوها بهذا الشكل. وهسه هنا خلينا الزيت على الطاولة وخليناه على النار على مود يصير عندنا محترق. وهنا بعد ما احترق دهن نضيف عليها كبة. وهنا كملت عندنا الكبة أطيب وأحلى كبة صارت. أتمنى تجربوها لأن الطعم ما أحكيكم بيه. لا تنسونا باللايك والاشتراك، وأتمنى أريدكم مشاركات حلوة.